خليني اروح للكورس اللي انت بقى دلوقتي بتقدمه. قول لي هو عباره عن ايه، بيساعدني في ايه، ده اصلا مين المستهدف منه، طب حديث التخرج ولا الطالب؟ نبدا الاول الكورس اللي انا اللي انا اشتغلت عليه بقالي فتره، وان انا ان شاء الله الفتره الجايه الفتره دي بدرسه. الكورس الغرض منه ان انا بساعد الشباب ان هم ازاي يستعدوا لسوق العمل، وازاي يخبطوا، وكمان ازاي يخشوا سوق العمل. ده استنى واحده واحده بقى، عشان انا هسكت خالص واشرح لي. طيب انا الكورس عندي 6 نقط. اوكي. النقطه الاولانيه مقدمه بسيطه جدا، بشرح فيها ايه الفرق ما بين حياه انا عشتها عمري اللي فات كله اللي هي الحياه الدراسيه، والحياه اللي انا هكمل فيها بقيه العمر اللي جاي اللي هي الحياه العمليه. طبعا الصدمه دي بالظبط كده، في 3 فروقات مهمين جدا لهم علاقه بسوق العمل. اوكي. دي المقدمه. الحاجه الثانيه، انا خلاص عرفت الفرق بين ده وبين ده، ابدا اشتغل على نفسي، ازاي بقى ااهل نفسي واشتغل على نفسي عشان اقدر اتخطى الفروقات الكبيره ما بين الحياه القديمه اللي انا كنت عايشها. طالب بالظبط، النمط مختلف تماما من نقيض للنقيض، واللي درسناه ما بنلاقيهوش. الموضوع دوت بيكتسب الخبره مع الوقت. بيبقى اهم حاجه في حته التاهيل ان انا بقى عندي مهارات. فانا عندي نوعين من المهارات، مهارات شخصيه ومهارات فنيه. ده اللي لازم ابدا بيه وانا رايح لسوق العمل. تمام. المشكله اللي بتقع فيها الشباب، وانا كنت واحد من ضمن الشباب اللي وقعت فيها، ان احنا بنعتمد اعتماد كلي على المهارات الفنيه. بمعنى انا اول لما نقول ااهل نفسي لسوق العمل، فكري رقم 1 بيروح لفين بقى؟ بيروح ان انا اخد الكورس في التخصص اللي انا هشتغل فيه معروفه فقط. لكن لا، بنهمل بقى حته التايم مانجمنت، ازاي ادير الوقت، بنهمل الكوميونيكيشن، ازاي اتواصل، بنهمل حته النيجوشيشن، ازاي اكون مفاوض كويس، بنهمل موضوع البرزنتيشن، ازاي اكون انا مقدم اقدم نفسي صح. بالظبط. فرق معاك قوي ده؟ فرق معايا، انا كسبتها بعد كده. بس لما انا كان دايما ببص لنفسي بلاقي، يعني دايما براجع لنفسي واشوف انا عندي قصور في ايه واحاول انا اصلحه. فطبعا في البدايه الموضوع ما كانش موجود عندي خالص، يعني مش هقول انا كنت مهتم بيه، لا مش مهتم بيه. ففي الكورس النقطه دي التاهيل مهم جدا، حته البيرسونال سكيلز، المهارات الشخصيه دي مهمه جدا جدا جدا. بتهيئني، بتخليني اكتشف نفسي، هي البيزكس، واعرف الحاجه واكتسب. هي البيزكس، هي اللي تخليني اعرف اتعامل مع الناس، هي تخليني هي اللي تخليني اعرف اكتسب خبرات في وجود الزملاء والناس اللي انا شغال معاهم. من غيرهم مش هعرف. انا شخص انطوائي، وشغلي بيعتمد على ان في تعاون وفي تواصل ما بيني وبين الناس الموجوده. هتعامل ازاي؟ وده مشكله كبيره جدا الناس بتقع فيها لما تيجي تشتغل، ما بتعرفش تتعامل اصلا. في ناس كتير انا اعرفهم شاطرين جدا بس عايزين لوحدهم، قعدني على مكتب لوحدي مع اللابتوب بتاعي وشكرا، لكن اتعامل مع ناس الدنيا تبوظ. دي حقيقه. فده كان النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، نروح بقى للليفل بقى القوي جدا بقى، الليفل اللي انا اقدر اعمل بقى السي في، اللي هو المفروض من اهم الحاجات اللي انا المفروض اعرف اعملها، لان هي دي بطاقه التعريف اللي الاتش ار في الشركه اللي انا بقدم فيها بيقدر ان هو يعرفني من خلالها. فلو انا مش لما احسنتش التعريف بتاعي. السي في ده مهم، مش اي حد يعمل سي في. ده انا نفسي اوريك السي فيهات بتاعتي حاجه كده اللي هو اسمي وعنواني وتاريخ ميلادي. ده غلط. مهم جدا، لان السي في دوت المفروض انه فيه مكون من كذا حاجه، وفي انماط مختلفه، ومفروض بنتعلم في الكورس ازاي ابعت النمط الفلاني او النمط الصح للاعلان المظبوط. غير كمان انا كنت قبل ما نبدا حتى في ان احنا نشتغل على السي في، انا عندي حاجه مهمه جدا، انا هقرا الاعلان ازاي، ايه مكونات الاعلان الوظيفي. الاعلان الوظيفي يعني إيه؟ حته كده اتش ار كده مدخلها في الكورس، ان الاعلان الوظيفي بيتكون من جزئين مهمين جدا، لازم ابقى عارفهم خلاص عشان اقدر افسر الاعلان تفسير صح، واقدر اقراه بصوره مظبوطه. مش اي اعلان هقراه وابعت السي في. ما انا لو اي اعلان هقراه وهبعت السي في بتاعي، ما ممكن السي في بتاعي ما يكونش متوافق مع الاعلان الوظيفي. فلما ابعت السي في حتى تلاقي اسئله كتير جدا على السوشيال ميديا وعلى لينكد ان يقول لك انا بقالي سنه ببعت سي فيات ومحدش يبص عليها. تمام. يعني قبل ما نكمل الشهاده دي، انا حابه بس اعلق عليها قبل ما نكمل. انت اكيد شايفها دلوقتي قدامنا. ده كان تكريم ليا من حوالي شهر تقريبا. ده قريب. من الشركه اللي انا شغال فيها حاليا. احسن موظف في الشركه 6 شهور اللي فاتت من اول السنه. ربنا يحميك يا جماعه. هو صغير اصلا في السن على فكره، يعني انا مش عايزه اقول انت سنك كام، بس ربنا يحميك بجد على قدراتك الذهنيه. يعني انا سعيده ان انا قاعده معاك ومستمتعه جدا وبتعلم منك جدا. والله انا اسعد والله. تعالى بقى نرجع تاني. السي في والاعلان ده، الموضوع ده انا اول مره اسمع بيه. لا ده مهم جدا، مهم جدا. يعني حتى برضه في ضمن النقطه ديت البروسيس اللي هي الطريقه او العمليات اللي بتتم من خلالها الاتش ار في الشركه اللي انت بتقدم فيها،
ان هي تعينك، ايه هي الخطوات. يعني انت بتعرفني دماغ الاتش ار كمان بالظبط كده. ببساطه بقى يعني. بالظبط، لازم تحط نفسك مكان الاتش ار اللي انت بتبعت له السي في، او انت في يوم لما تقعد معاه تعمل معاه مقابله عشان تقدر يعني تاكسبت وتنجح في الانترفيو اللي انت رايحه. في ناس تقول لك عندنا ازمه مع اسئله السي في مع انها معروفه، الانترفيو مع انها معروفه. هكمل بقى، ما هو ده جاي في المحتوى بتاع الكورس. احنا كده خلصنا 3 نقط. النقطه الرابعه معانا ازاي انت تتابع الوظائف بقى، ازاي تتابع الاعلانات الوظيفيه بصوره مستمره. عندي 3 اليات مهمين جدا. 3 اليات مهمين جدا، يعني اللي انا هقولهم على الهوا. اول اليه معانا اللي هي المعارف، طبعا اللي هي مهمة؟ طبعا نتورك. انا واحد مثلا شغال في شركه وسبتها، مثلا واحد صاحبي كان شغال معايا وسابها فراح مكان تاني افضل، فراح جاي بيقول لي كلمني، قال لي ده هم طالبين نفس تخصصك، تعالى عشان خاطر. دي اهم حاجه، دايره المعارف مهمه جدا. أوكي. كتير جدا ما بيهتمش بيها خالص. عندنا الاليه الثانيه مواقع التوظيف، دي برضو مهمه جدا. دي من خلال انت زي ما انت بتدور على وظيفه، الشركات برضو بتدور على موظفين. حلو. الآلية الثالثة السوشيال ميديا. السوشيال ميديا من الحاجات المهمة جدا، واخطرهم واهمهم اللينكد ان. بقى اعرفك ازاي تتعامل معاها، وازاي انك انت تجمع اكبر عدد من الاتش ار في تخصصك عشان تبقى دايما فولو اب من الوظائف اللي بتنزل. دي مهمة جدا. انت ازاي الفكرة دي جات لك اصلا؟ عشان انا منبهرة. ما لسه تنبهري اكتر بقى. الحاجة الخامسة معانا، ازاي ان انا اقدر اكسبت واستعد بصوره كويسه للانترفيو. طبعا في نصايح مهمه جدا وفي اسئله متوقعه، ولكن انا ما بقدمش اجابات للاسئله. يعني انا بحط لك الاسئله، والاسئله اجاباتها دي بتختلف من شخص للتاني. اهم حاجه الاجابه تبقى طالعه من جواك، حاجه صادقه اللي قدامك يحس بيها. ده اهم حاجه في الانترفيو. لو الشخص يعني تصنعت او مصطنع بيبان. يعني حتى مثلا نقول مثلا لو انت مثلا عملت مثلا سي في مثلا فيك وكان قوي جدا، ورحت عملت انترفيو واشتغلت، انت فتره قصيره مش هتكمل في الشركه، لانك انت مش هتقدر تلبي متطلبات احتياجات الشغل بالظبط ده. كده. بالظبط. طيب اخر نقطه في الكورس، ودي مهمه جدا جدا. هو كله مهم، ده انا عايزه اخده. ده يفرق معايا انا في شخصيتي جدا. انا عندي اكيد حاجات واقعه، كلنا يعني احنا بشر، فده يفرق معايا جدا حتى لو انا مش مديره. يعني اعتقد حتى لو انا ما فيش حد انا مرؤوسه عليه، يفرق معايا في التعامل وفي التواصل النقطة الأخيرة في الكورس دي مهمة جدا، إن هنا أقدر أقيم العرض لو جالي. يعني مثلا خلاص أنا لو هتلاحظي إن كل نقطة يعني ليها علاقة بالنقطة اللي قبليها، بتودي للي بعدها. بالظبط كده. فأنا خلاص جالي أوفر، أكسبتد في الانترفيو، نجحت فيه وجالي أوفر. يا ترى أقبله ولا ما أقبلوش؟ مش هقبل أي حاجة. طبعا أي حد يقول لك ده أنا صدقت أنا بالظبط كده. يعني أي حاجة بأي مرتب، وفي ناس بتنزل ببلاش كمان. مهم جدا إن أنا أقيم الأوفر اللي جالي، حتى لو انا هنزل حتى لو هنزل اي حاجه، بس اقيمه، لان انا تقييمي ليه بيفرق كتير. ممكن اقيمه يبقى شركه كويسه، هكمل احط تارجت وبلان ان انا اقعد فيها سنين فيها، اكتسب فيها خبرات واتطور فيها واترقى فيها. وممكن تكون اوفر مش قوي، واول مكان مش قوي بس هضطر انزل فيه، فده بحط برضو بلان النكست ستيب بعد كده، ايه الخطوه اللي جايه بعد كده. دي تبقى مرحله عشان قاعد في البيت او مش شغال، اشتغل، اخد خبرات معينه في حاجات معينه، وابدا افكر اطور من نفسي عشان اروح اللي انا عايزه. فمهم ان انا ابقى عارف انا هعمل ايه، مقيم المكان اللي انا فيه، هل هستمر فيه وهتبقى ارض خصبه ليا لسنين، ولا يبقى مجرد فتره مؤقته لحاجه افضل. طول ما انا عارف انا فين، دي مهمه جدا. طول ما انا عارف انا فين، انا بستعد. مرحله انا بستعد، بعرف استعد وبعرف اخد خطوه كويسه، بعرف احط خطه وبلان محترمه للخطوه اللي جايه بعد كده. عظيم جدا.